حته فراخ طبعا سخن نار مع شويه بقى ايه من ده كده كده في زيت الزيتون براحتكم. وبعدين على طول تروحوا قايلين ايه، نقول ايه، نصبرها بس شويه. بسم الله. اكاد من فرط الجمال اذوب. انا بذوب دلوقتي مش عارفه اتكلم. جبته بقى اخيرا جبته، بس استنى هفتحه بسرعه عشان المندوب واقف بره. بشوفه حلو ولا لا. معين علشان لو كده هرجعه تاني، وانا بتمنى من ربنا ان هو يطلع حلو ان شاء الله. واخيرا ايه ده؟ انا يعني انا حاساها كده حلوه، حاساها كده خامتها حلوه. احنا مغلفينها جاز تعديل كده. ايه؟ مغلفينها جاز تعديل كده عشان ما تبص، عشان ما تتجرحش ولا يجرى لها حاجات. سكينه يا رب، ده كده كتير قوي. سكينه ولا مصر؟ يا نهار اسود، ده لسه في ايه يا جماعه؟ مكفيناها. يا نهار اسود، اللفه الكام؟ عدوا معايا. لسه في كمان واحدة اهي. ودي واحده كمان. ايه ده بقى؟ آخر واحدة. لا خامتها حلو، لا خامتها حلو. ايه دي بقى؟ ده برد تقطيع للحوم والاسماك عشان مش والفراخ والحاجات دي كلها، لانها ايه، ما بتشربش سوائل، ما بتشربش اي حاجه، وتفضل بقى ما فيهاش جراثيم، تتغسل كويس وتتطهر. والخشب بقى يبقى الخضار والفاكهه واي حاجه ثانيه كده. اتفقنا؟ تمام. والله والله يا جماعه، لا خامتها تحفه، عجبتني خامتها. ده اكبر حجم ب 600 وشويه ولا حاجه. في بقى اصغر، يعني فيها احجام صغيره خالص عندنا. يلا ندور. طب يلا هاتي بقى يا زياد. صلوا على النبي، تبزيد النبي صلى الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. قبل ما تتلخموا معايا في الفيديو، فضلا وليس امرا، لايك وشير للفيديو ومتابعه للصفحه او اشتراك في القناه. ويا رب اللي يحط لايك للفيديو ده يا رب ينجح له ولاده، والولاد اللي في الامتحانات ربنا ينجحهم ويوفقهم، تشوفيهم دايما سعداء. انا وانت يا رب نكون صحبة يا رب على عند بيت الله الحرام، يا رب يوعدني ويوعدكم زيارة بيت الله الحرام، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة بقى ايه؟ اليوم حلو، اليوم حلو عشان الاكلة حلو والغدوة حلوة. في منكم هيعرفها وفي منكم مش هيعرفها. في منكم عارفها كتير، واللي متابعني بقى زي ما انا بقول لكم على الفيسبوك هيعرف، لان انا نزلتها على طول يوميها. يعني نزلت كده وانا بغرف وانا بقدم كده يعني، فعشان كده بقول لكم فايتكم كتير لو مش متابعيني هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدينا كده ايه، انا كنت صايمه على فكره في اليوم ده، فكنت فطرت. كان ابو زياد هيجي متاخر من الشغل، فعشان كده ما عملتش الاكل الا بعد المغرب. طبعا اكلت بلح رطب زي ما انتم شفتوا كان على الرخامه. البلح الرطب ده انا مخزناه معاكم في الفريزر، يعني بطلعه قبلها بشويه وبسيبه يفك وبنفطر منه عادي. وشربت كوبايه شاي، شربت كوبايه ميه وشربت البلح، ومتهيألي شربت كوبايه شاي بلبن، يعني كده يعني حاجات بسيطه يعني، ما اكلتش. يعني قلت بقى اقوم ايه اشتغل بقى في المطبخ. كنت طالبه كيلو زبده صفرة. اللبان اللي جنبي اللبن الحليب بتاعه حلو قوي والزبده بتاعته حلوه يعني، فطلبت كيلو كده زبده ب275. مش عارفه هي عندكم بكام وهي بتتباع بكام اصلا. اما الجاموسي مش عارفه 230 لا 320 300 بس 300 وحاجه، يعني 300 يا اما 300 وحاجه اللي هي الجاموس. لكن البقري ب275 الكيلو زبده كده لسه مش مسيحه، فقطعتها كده وحطيتها على الايه، على النار تسيح بقى كده على نار هاديه. الحلل ايه الحلل دي؟ الحلل دي كانت الميه المفروض ان هي يوم الاثنين بلغوا في المنطقه ان هي هتقطع من 8 الصبح ل6 المغرب. فانا جيت كده قبلها بيوم ورحت ماسكه ماليه الحلل ومليت حاجات ميه كده. هم قالوا مش هتقطع غير في الادوار العليا يعني، انما الارضي بيبقى فيه طرمبات بتضخ ميه، فهتقطع في الادوار العليا. وعلى العموم اعملوا حسابكم يعني، فانا عملت حسابي وخلاص يعني، بس هي ما قطعتش يعني الحمد لله.
فقلت بقى استخسرت الميه صراحه ان انا ارميها، وديتها عند الباب خليت الولاد يشيلوها يودوها عند باب الجنينه عشان علي لما يجي يسقي الزرع يسقي بيها، عشان خساره يعني حرام. نعمه ربنا لميها تلمك زي ما بيقولوا. حضرت العجان ونخلت الدقيق ووقحت على الارض 1.5 كيلو من الدقيق، نخلتهم. هحط عليهم معلقتين صغيرين ملح، وهحط عليهم 4 معلقتين كبار يعني من الخميره، يعني 4 صغيرين خميره عشان الجو برد طبعا. في الوقت ده بشغل الفرن يعني على درجه حراره 30 كده، عايزاها كده ايه دافيه مش سخنه، مش بسخن الفرن، يعني درجه حراره 30 زي ما بيبقى الجو حر اهو في اليوم الحر العادي. وبشغل المروحه بقى عشان توزع الهواء السخن ده، الهواء الدافي ده، واسيبها بقى ايه تخمر. يعني ده عيش عادي خالص جدا، دقيق وملح وخميره وميه دافيه. عجنت بميه دافيه يا جماعه عشان الجو اصلا برد. ناديت للولاد بقى لان لقيتهم كل ما يجي مثلا كيس يفضى يحطوه يروحوا ايه راميين كده. قلت لهم لا، قوموا بقى كده زي الشاطرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قوموا كده زي الشاطرين روقوها لي، فروقوها لي كده وخلوها لي فله يعني. وانا جبت فوط تانية، شلت الفوط كلها اللي هي بتبقى محطوطه هنا كده، بغسلها يعني بنقعها في نسبه كلور كده وشويه صابون وبغسلها، وجبت بدلها فوط نظيفه. وحطيت بقى العجينه انا عايزاها طريه يا جماعه، مش عايزاها ناشفه ولا طريه قوي بتصر كده، ولا عايزاها ايه تكون ناشفه. هتشوفوها اما اجي اقطعها هتشوفوا سمكها عامل ازاي. دفتها كده وشلتها في الفرن بقى، ويلا بينا ايه نغسل شويه المواعين اللي مش بيخلصوا دول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هغسلهم بقى كده، واحنا بنغسل كده هنبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نستغفر ربنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الذكر في الايام المفترجه الجميله اللي بيبقى فيها كل حاجه مضاعفه. واللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. باقي 30 يوم يا جماعه، والنهارده 2 شعبان اهو، باقي 28 يوم ابتدى العد التنازلي. مش عارفه بقى، عايزه اعمل حاجه بس خايفه. انا هسافر لما زياد يخلص امتحانات يعني ان شاء الله على خير، هسافر كده اسبوع في البلد ولا حاجه. اسبوع ده المدارس هتبتدي يوم 8، انا ممكن اجي مثلا يوم 5 يوم 1 على حسب المدرسين ما هيقولوا لي هنبتدي امتى يعني. فهيبقى لما اجي هيبقى فاضل بالظبط 10 15 او اقل 10 ايام، قولوا 10 ايام على رمضان. هل في الوقت ده هلحق اودي السجاد يتغسل ويجي، ولا اعمل ايه؟ انا بفكر اوديه دلوقتي، بس يعني مستحرمه اشيل السجاد في الجو التلج ده، جو صعب. بس عايزه اقول لكم لا، اتبهدل السجاد، وبالذات بتاعه المطبخ وبتاع الطرقه متبهدل. الولاد برضو السجاد متبهدل، مش هينفع. بتاع الغرف نظيف، لا يعني في غرف، يعني في غرف نظيفه وفي غرف لا، انما بتاع الطرقه متبهدل، بتاع الريسبشن متبهدل نص ونص، بتاع المطبخ متبهدله. فمش عارفه المه قبل ما اسافر واوديه، لان الجو شتاء، هياخد اقل حاجه 10 ايام عشان يتغسل ويجي. المره اللي فاتت عمل معايا كده، فمش عارفه اوديه قبل ما اسافر بحيث على ما اسافر واجي يكون جه فافرش على طول، ولا استنى اما اجي وساعتها هيبقى الجو بقى زحمه عند بتاع الدنيا بقت زحمه عند بتاع المغسله، فعمره ما هيجيبولي قبل رمضان، وممكن ما ياخدوش مني اصلا لان الدنيا هتبقى زحمه قوي. وعايزه هتقولوا لي مثلا اغسلي، ما فيش مكان عندي اغسل فيه. لو غسلت في الشقه والميل صعب والميه بتروح هناك فصعب ان انا اغسل في الشقه. طب حتى لو قررت ان انا اغسل وغسلت مثلا في المطبخ وزنقت نفسي في بلاعه وكل حاجه، هنشر فين يعني؟ هنشره بقى في البلكونه؟ والله ما انا عارفه، انا محتاره قولوا لي. فالمهم انا غسلت المواعين، وكان في فرخه كده قطعتها، وغسلت البلانشه اللي هي الستانلس دي حلوه قوي. بس في حد في التعليقات لما نزلتها على الفيسبوك حد قال لي ان هي بتبرد السكاكين،
ولما دخلت سألت صديقي اللي جايبنا ورا شات جي بي تي. الصديق اللي جايبنا ورا شات جي بي تي ده، والله الذكاء الاصطناعي يا جماعة. ف يعني جوجل، يعني سألت جوجل يعني. قال لي بتبرد السكاكين. بس انا والله يعني انا حبيتها ليه؟ عشان حسيت ان هي مش هتشرب اي سوائل. يعني دي اللي انا بقطع عليها دي خشب زين وحلوه وكل حاجه، بس يعني ايه، انا كنت في واحده تانية بتاع خشب بس باظت. دي كنت مخليها للحوم والفراخ والحاجات دي، باظت اتفكفكت من بعضها. ففاضل دي بس، غير بقى اللي هم الغزاله اللي على الرخامه دول ما بحاولش استخدمهم كتير لان هم مش زان زي دي واخده طبقه كده زان اصلي. لكن التانيين اللي علي جايبهم انا حاساهم خشب مسكي، فما بحاولش ان انا ايه يعني هي مش زي دي، غير دي خالص. انا بزعق للعيال، ليه بزعق لهم مش عارفه، بيعصبوني والله. فبحاول ان انا قلت بقى اجيب لي ستانلس دي علشان تبقى حلوه معايا وما تشربش السوائل. بس ضايقت لما قالوا ان هي بتبرد السكاكين يعني. فانتوا قولوا لي بقى، تعالوا بس اقول لكم. جبت 4 بصلات، الفرخه بتاعتي 2 كيلو، جبت 4 بصلات وعليها معلقه مليانه من 7 بهارات، معلقه مليانه من فلفل اسود، وحوالي 3 معالق كبار من السماق، وملح حسب الرغبه. بس كده، هي دي البهارات اللي بتتحط على على البصل. هنعمل النهارده يا جماعه المسخن الفلسطيني. خلاص عملته كتير قبل كده وعملناه كتير قبل كده، فصراحه من ضمن الاكلات اللي عجبتنا جدا جدا. يعني عملنا الدولمه العراقي حلوه وكل حاجه، لكن احنا متعودين على المحشي بتاعنا الاصلي. يعني احنا متعودين على المحشي بتاعنا، لكن دي عجبتنا قوي يعني. هو الدولمه حلوه مش وحشه وكل حاجه، وتحيه لاهل العراق والله وكل حاجه. بس هي المزازه بتاعتها احنا مش متعودين عليها. احنا متعودين على المحشي بتاعنا السبايسي الحمش ده، الحرش. المهم حطيت على البصل والبهارات دي، زودت سماق تاني على فكره، حطيت مع 1.5 كوبايه من زيت الزيتون. كتير؟ لا مش كتير، لان احنا الطبخه دي تعتبر هي بصل وسماق وزيت زيتون. خلاص. الفرخه بتاعتي مقطعاها على 5 قطع او 6 قطع، الوركين والكتفين والصدر قسمته 2. الفرخه 2 كيلو. خلاص. والبصل والسماق 7 بهارات وفلفل اسود وملح، والزيت الزيتون 1.5 كوبايه زيت زيتون. انقعيها كده من قبلها بيوم، او زي ما انا عملت كده على ما تخبزي العيش هتكون اتنقعت ساعه او 2. طبعا انا جبت حله الخبز دي، لكن انا زمان ما كانش عندي حله الخبز، كنت بقى بخبز على الطاسه عادي، على صينيه. بحط صينيه تيفال كده على النار وبسخنها على نار متوسطه وبسيبه وبقلب بقى. اول ما يتشمع من تحت اروح قلباه على الوش التاني، او يتشمع من هنا بقلبه 3 مرات بالظبط. في المره الثالثه بيروح قابب بقى. طيب انا النهارده يا جماعه انا مش عايزاه يبقى قابب اصلا، انا عايزاه مصفط، لان هم اصلا اخواتنا الفلسطينيين بيخبزوه على الفخار، بيخبزوه على اسمه عيش الطابون عندهم. فبيبقى العيش ده بيحطوه على فخار متكسر كده. يعني حتى الفيديو ده لما كنت عاملاه انا وماما، اللي شافوا بقى زمان القناه الفيديوهات والقناه اللي راحت، يقول لنا يعني خبزناه، جبنا فخار قلل وقطعنا كسرناها كده وحطيناها في صاج ودخلناها الفرن، وبقينا نحط العيش عليها. فالعيش لما بيتحط على حاجات منغززه كده مش مستويه ما كانش بيقب بقى. فهو ده عيش الطابون الاصلي عندهم. فانتوا بقى احنا هنعمل ايه النهارده؟ ما عندناش بقى ايه، او ما عندناش فخار، او يعني ايه، انا كنا بالليل فكسلت اطلع اشوف فخار او كده. كنت ممكن ان انا حطيته على الفخار في صاج وحطيته على البوتاجاز وغطيته بغطا الحله دي، يعني كان هينفع يعني. بس في حل يعني انا هقول لكم عليه، ان هنا ازاي ما خليهوش يقب. لان ما شاء الله، عشان ما تفتكروش بس ان انا ان هو بايظ، هعمل لكم اول رغيفين مش هيقبوا، وهسيب لكم رغيف مش هعمله بالفكره اللي انا هقول لكم عليها، عشان تعرفوا قد ايه ان هو فعلا بيقب. والعيش ما شاء الله، يعني شايفين العيش طري ازاي؟ هو ده يعني الطراوه اللي انا عايزاه، عشان يبقى طري معاكي بعد ما تخبزيه، ولما تيجي تعملي بيه الاكل ما يبقاش ناشف،
وما يبقاش بيشد. فهمتي؟ انا بقى بدعك ايدي بعد ما اخلص كده تقطيع، بدعكها بدقيق اسهل من ان انت بتغسليها بالميه. اما بتروحي تغسليها بالميه بتلاقي العجين بقى ايه يعني ايه باش كده وبيغيب، بيتغسل بس بيغيب. لا جربي كده، خدي حته شويه دقيق ودعكي بيهم ايدك، نزلي العجين كله هينزل في ثواني، وروحي اغسلي ايدك عادي بقى. ودعكت كمان الحله اهي برضو بتنضف في ثواني، بدل دعكتها كده من العجين اللي فيها بالدقيق بتنضف في ثواني برضو. هلم بقى الفرافيت دي كلها واسيب العيش يريح شويه، هو بس عشان طري فمش مش هيغيب كتير يعني. هنا انا قطعته كبير عشان ما اخدش وقت في الخبيز، بس يعني ايه يعني عاوزه اقلله سنه بسيطه. ما شاء الله الصاجه الكبيره كبيره، بس عاوزه اقلله سنه بسيطه علشان يبقى واخد راحته، ما يبقاش حاجه مدلدله من الجناب يعني. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه بعد ما احط دي. بص ما شاء الله العيش عشان مخدوم كويس وطري ما شاء الله بيتفرد معايا بكل سهوله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا قومي دفي بيتك بقى كده واعملي بكره كده ان شاء الله الاكله دي، واخبزي في البيت. انا عايزه اقول لك ان تقدري تعمليه بالعيش بتاع بره بس مش بيبقى احسن حاجه. لا احنا عايزين نعمل الاكله بقى بايه، بحذافيرها. انت كيلو دقيق بس هتخبزيه هيعمل لك الاكله. يعني انا اتبقى عيش معايا كيلو دقيق واحد بس. الكيلو دقيق بكام دلوقتي؟ ب25 جنيه، والفرخه وهتعملي احلى اكله، وشويه بصل وشويه زيت زيتون. حطيت بصوا انا حطيت الرغيف، ولقيته بقى زي ما انا بقول لكم شلت منها بقى شويه دول، كبير زي ما هو ما شاء الله، بس شلت منه شويه. انا كنت مكبراه قوي، كنت مخلياه كاني بخبز كده في البلد على ايه، على المطرحه كده بس سبته كبير زي ما هو عشان ما اخدش وقت برضو. بس طلعت منهم يعني، طلعت من ال6 رغيفه طلعت منهم رغيفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش عارفة أنا عملت الرغيف بالشوكة صح؟ أنا نغست الرغيف بالشوكة كده عشان ما يقبش، يعني خرمته بالشوكة كده 3-4 تخرام أو 5 بالشوكة، 4 ضربات أو 5 ضربات في كل اتجاهات الرغيف، في كل مكان في الرغيف، يعني وزعي كده علشان ما يقبش معايا اهو. واقلبي. أنا على فكرة أول ما حطيته قلبت على طول، ليه؟ لأن الصاجة هنا كانت سخنت قوي، فلو لقيته احمر مسافة ما حطيته. بص ما شاء الله ما شاء الله طري وتحفة. لقيته احمر مسافة ما حطيته، فقلت لا لو سبته هيتحرق، رحت قلباه في ساعتها. بس كده خدنا سخونية الصاجة وقلبنا، لان الصاجة طبعا لما النار بتشتغل عليها من غير خبيز فبتسخن قوي. هنا جبت صينية وجبت عليها الشبك بتاع الحلة دي برضو عشان اطلع عليه العيش عشان يهوي ما يبقاش سخن ويعرق ويتبل. الجو النهارده عندكم عامل ايه؟ النهارده بسجل لكم الفيديو ده، والفيديو ده هينزل لكم النهارده ان شاء الله اللي هو الاربع. بكره اخر يوم للامتحانات، يا رب نجحهم يا رب نجحهم ووفقهم يا رب، وما يخيب لهمش تعب الاعداديه. النهارده الاربع، يعني هينزل لكم النهارده الاربع. الجو صعب، الجو تلج فعلا تلج. ربنا يقاوي اللي ملهمش مأوى يا رب، يا رب يقويهم برحمتك يا رب، يا رب قويهم يا رب يا رب. اهو حطيت الرغيف التاني اهو. بصوا اللي بالشوكه كده هيديني نفس الايه اللي هو كأنه بيتخبز على فخار يعني. ريحة البيت بقت كلها خبيز وخير ودفى ودفنا البيت، فحلوه قوي يعني. انا دلوقتي لو انا ما عنديش حله الخبز دي وهتقولي لي قومي اعملي مسخن فلسطيني في الفرن في الجنينه، هقول لك ان شاء الله ما عنه نعمل. ففعلا الحله دي حلوه في نص الليل، بالنهار، بالليل، عايزه بتخبزي. لا حلوه عجبتني يعني. جايباها من ايفال تركي يا جماعه، ومش اعلان والله ولا حاجه، بس انا عارفه ان انتوا هتسالوا يعني، فحابه ان انا اخدمكم بس. ويلا ربنا يرزق الجميع، يرزقني ويرزقهم ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين. بصوا بقى، شفتوا بقى دي اللي ما عملتهاش بالشوكه، حبيت اوريها لكم عشان ما تفتكروش ان انا زطله والاكل العيش مش بيقب. لا العيش بيقب وجميل. بصوا بقى اهو، بصوا ما شاء الله. شايفين الجمال؟ جنة بص، مين اللي شايف مين اللي في التليفون؟ حد شايف حاجه؟ الدنيا كحل صح؟ جنة كانت بتكلم تقى.
بتقول لها بصي ماما بتخبز، ماما بتخبز. ما شاء الله. بصوا القابب ده جميل. بصوا هحط بقى دي وهوريكم بقى، هفتحها لكم كده. الله الله، يا سلام يا سلام. لما ايه بقى تقطعيه 4 كده وتعملي سندوتشات، حتى طعمه حاف تحفه. بص انا نسيت اعملها بالشوكه، رحت عاملاها بالشوكه ورحت قلباها بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو انا بشوفها استوت ولا ما استوتش، لقيتها استوت. هحط بقى الايه الباقي ونكمل خبيز كله بقى. ودي اخر واحده، دي كده البركه زي ما بيقول. هحطها بقى على النار، ودي كده اخر واحده، ونشوف بعدها على طول هنعمل ايه. بصوا اخر واحده بقى مرضتش ان انا ايه اعملها بالشوكه، سبتها تقب كده ما شاء الله. وخدوا بالكم انا ما قلبتهاش، ما شاء الله دي ما شاء الله ما قلبتهاش، فهي قبت وحمرت كمان من فوق. هنا انا خلاص حطيت الفراخ زي ما هي بحلتها، حطيتها واول ما غليت سبتها تغلي كده. هسيبها بقى على نار هاديه، هتاخد معاكي نص ساعه، ساعه الا ربع، بس خليها على نار هاديه، ما تعليش النار عشان ميتها ما تنشفش. انا عايزه الميه وعايزه زيت الزيتون وعايزه البصل وعايزه كل الكلام الجميل ده، هقول لكم هنعمل فيه ايه. هطلع بقى كده بالفراخ بعد ما استوت واسيبها، مش هحمرها، هسيبها اقول لكم هنحمرها ازاي دلوقتي. عايزه اقول لكم حتى ولادي اللي مش بياكلوا اي اكل والله كلوها وبياكلوها بيحبوها، وكل شويه يطلبوها مني، يعني كل فتره للتانيه كده يطلبوها مني. بصوا هنا السمنه كانت ساحت وطفيت عليها، وبخليها على نار هاديه يا جماعه لحد ما المرطه بتاعتك تبقى لونها اللون الذهبي ده، وتطفي عليها بقى. يعني ما بتحمريش وتطفي، لا، لان الزبده بتفضل سخنه شويه بعد ما تطفي وتفضل تحمر شويه. صفتها بقى بالمصفى كده وحطيتها في علبه الزبده. ده كيلو زبده ملالي العلبه دي كلها. هنا بقى تعالوا بقى اقول لكم بقى نطبق التطبيق ازاي. الميه والبصل بس لازم يبقى بارد يا جماعه، يعني لازم يبقى بارد مش سخن. يعني سيبيه دافي يدفى شويه، يعني مش اول ما تنزليه من على النار تروحي ايه تغمسي العيش فيه، لا سيبيه يبرد شويه. غمسي بقى الرغيف بتاعك. بصوا انا حطيت في الصينيه دي بس هحسها بقى صغيره كده، فهجيب صاج يعني. المهم ببل الرغيف وبروح حاطه طبقه من البصل، واجيب الرغيف التاني ابله برضو في الزيت الزيتون والميه والسوائل اللي نازله من الفراخ وصوص الفراخ والبصل، واروح حاطه الرغيف وحاطه طبقه بصل عليه. عايزه اقول لكم ان ال4 ارغفه اللي انا هحطهم دول هنتغدى منهم، هنتعشى منهم النهارده طبعا لما ابو زياد يجي، وهناكل منهم تاني يوم كمان. متخيلين؟ والفرخه والله الاكله مغذيه جدا وجميله، ولو انتي عامله عزومه هتكفيكي وحلوه وجميله قوي يعني انا قطعت الفرخه على 6، اكلت انا والولاد يومين ورا بعض منها، لان الرغيف ده ياكل عيله، يعني مش عشان ان هو كبير، لا هو مغذي، شارب من زيت زيتون وحاجات حلوه كتير يعني. بصوا بقى جبت الصاج ده الكبير اهو، هبتدي بقى ايه انقل. بس هنا هزود في الرغيف ده بصل، بحط بقى ايه الرغيف طبعا مبلول، يعني انا بلاه في الصوص اهو. هحط الرغيف التاني والتالت وادي الرابع، وهظبطه بقى كده واحط كميه البصل الباقيه. وهنا بقى هنجيب الفراخ بتاعتنا نرصها على الوش، وتقدري تدخليها كده من غير اي حاجه تاني خالص. عندك اي نوع مكسرات حطيها معاهم لو هي مش متحمصه يعني. انا هحط نوع مكسرات اهو مش متحمص. عندك سوداني، عين جمل، لوز، فستق، اي حاجه بس ما يكونش عليها ملح، يعني تكون من غير ملح. دخلتها بقى الفرن، شغلت المروحه فوق وتحت، وشغلت المروحه. اول ما الفراخ تتحمر والعيش يتحمص كده هنطلعها. هنا بقى جنة كانت طالبه غوايش ستانلس ستيل يا جماعه، حلوه قوي، فقلت لها هاتي يا جنة، تاخدي تلبسيهم، قلت لها هاتي يا جنة. فهم ستانلس ستيل، والانسيال اللي انا لابساه برضو ستانلس ستيل، مش بيغير لونه، ولابساه على طول مش بيغير لونهم، وحلوين لمعتهم، لمعه حلوه يعني، لمعه الذهب، مع ان بقى الذهب غلي دلوقتي
وراح في حتت بعيده خالص. فنتشيك بقى، هنتشيك ولا مش هنتشيك؟ المهم هسيب لكم الجروب بتاع لسه ستيل، اول تعليق مثبت حلو قوي هيعجبكم. اطلبوا اللي انتوا عايزينه، يلا العيد داخل بقى واطلبوا بقى اللي انتوا عايزينه. حلو قوي وفي حاجات كتير جدا يعني، واسعار حلوه مناسبه يعني. بس كده المسخن خلاص طلع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لون وريحه وجمال وطعم وكل حاجه حلوه. من ضمن الوصفات اللي بعشقها والله. طبعا انا وهي في اثناء ما هي في الفرن رحت جبت شويه بقدونس من الجنينه، غسلتهم كويس جدا، وهنرش عليه بقى اي حاجه خضره عندك، اي حاجه، بقدونس، شبت، كزبره، اي حاجه خضره كده ايه تدي جمال كده للوصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بصوا العيش المقرمش اللي غرقان في بصوا القرمشه اللي مقرمش وغرقان في زيت الزيتون وصوص الفراخ. تعملوا بقى كده، الله، تاخدوا كده حته الفراخ طبعا سخن نار مع شويه بقى ايه من ده كده، كده في زيت الزيتون براحتكم. وبعدين على طول تروحوا قايلين ايه، نقول ايه، نصغرها بس شويه، بسم الله. اكاد من فرط الجمال اذوب. انا بذوبه دلوقتي، مش عارفه اتكلم. خطيره. انت عارفين حتى العيش نفسه كده لما تاكلوه خاف، يعني العيش بس كده اللي غرقان في زيت الزيتون اللي متحمص ده خطير لوحده. بسم الله. الفراخ خطيرة، العيش تحفة، جربوها، لازم تجربوها، سهلة وبسيطة وجميلة. عملناها كتير قبل كده، أول ما عملناها في قنواتنا كانت ماما اللي عاملاها، ربنا يديها الصحة يا رب. وبعدين عملتها تاني كتير، وادي أخيرا بقى. جربوها لأني من ضمن الأكلات اللي بعشقها فعلا، من ضمن الأكلات اللي جربتها من الدول العربية الشقيقة. بعتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة من جمالها. فبس اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.